الملاحي الدرعاوي من أطيب الأكلات اللي ممكن تدوقوها بالجنوب السوري وتحديدا بدرعا، وبالسويدة كمان بيطبخوها بنفس الطريقة وبنزينها بالكبد. من فترة طلعت لي صبية عم تطبخ الملاحي وحسيت إنه قلبي وجعني لأنه غيرت كل أساس الأكلة، فجيتكم أنا من نص درعا لأعطيكم الوصفة على أصولها. نحتاج لحمة غنم، يفضل لحمة غنم، بس إذا متوفر فروج أو نوع لحمة تاني كمان ما بيأثر، كله نعمة. ومنقش الزفرة من على اللحمة ونضيف المطيبات، فقط ورق غار وبصل وشوية هيل تجاوزا طبعا، ونستخدم الجميد إما سائل أو حجارة إذا متوفر، بس أنا ما لقيت إلا السائل. وخففت قوام الجميد بشوية مي، فبتضلوا تحركوا وتضيفوا شوية مي حتى يصير معكم القوام بهالشكل هاد، وتحطوه على النار وتستمروا بالتحريك لحتى يغلي، وتحطوا اللحمة. هيك صار معنا اللبن جاهز. وإذا بتحبوا حطوا شوية مرقة لحمة بتعطيه طعمة طيبة. وهذا البرغل اللي استخدمته برغل خشن أشقر، بحط مرقة اللحمة مع معلقتين سمنة، رشة فلفل أسود وملح وبظبط. غسلت البرغل وحطيت شوية رز قصير تقريبا فنجان صغير، وعيرت لكل كاسة برغل كاستين مي. بعد ما استوى معنا تنهنه على الأخير لازم نعجنه. أصول البرغل يكون مدعك على الآخر، يعني بده يكون شبه العجينة. وقليت كم قرص كبة عندي إياهم بالفريزر، نزلت لكم الطريقة من قبل، وشوفوا ما شاء الله على هالقوام. لا تقولوا لي لسه بده تدعيك، أكتر من هيك راح أكتافي. ومنزينه باللبن وباللحمة والكبة على الوش. ولا تكمل وجبتنا الحورانية المفتخرة، حموا سمنة بلدية وبطشوا السمنة على وش هالبرغل، وشوفوا أطيب طعمة ممكن تاكلوها. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك، واعملوا سيف وشير للوصفة، وخبروني بالتعليقات جربتوا من قبل الملاحي الدرعاوي على أصوله هيك؟